ممنوع الهزار مع الراجل فيما يخص أهله. أهل الراجل خط أحمر يا جماعة. مفيش راجل يحب إن مراته تتريق على مامته أو على أخته، لأن في ستات كتير بتعمل كده، تسخر من مامته، تتريق على أخته، وبعد كده تقول له أنا ما أقصدش والله، أنا كنت بهزر. كلنا أهلنا جزء مننا، ومحدش يحب إن حد يتريق على حد من أهله. فعشان كده بقولك أهل الراجل مش مادة للهزار. متتريقيش على مامته أو تغلطي في حد من أهله وبعد كده تقولي له ما أقصدش، أنا كنت بهزر. تاني حاجة ممنوع الهزار فيها هي الطلاق. كلمة طلقني اللي ستات كتير بتقولها عمالة على بطال. لو ما جبتليش العربية دي يبقى طلقني، هاتلي الخاتم ده وإلا طلقني. وستات كتير بتعمل كده وترجع تقولك أنا بقول كده بس عشان أضغط عليه، إنما أنا ما أقصدش. لا يا جماعة، الطلاق وكلمة طلقني مش وسيلة للضغط، مش وسيلة للتهديد. دايما بنقول الطلاق جد جد وهزله جد، الطلاق ما فيهوش هزار. اخر حاجة ممنوع الهزار فيها هو ان في ستات كتير، خصوصا الست اللي بتشتغل، تلاقيها راجعة من شغلها تقول لجوزها ايه، تهزر مع جوزها وتقول له انا مديري حاول يتحرش بيا، انا زميلي حاول يعاكسني، وتقول لك انا بقول له بس كده بهزر معاه علشان اسير غيرته، عشان اشوف كده لما يغير عليا ويتجنن هيعمل ايه. خلي بالك، انت كده مش بتثيري غيرته، انت كده بتثيري المشاكل وبتثيري الشك وبتدخلي الشيطان ما بينكم. ممنوع ان انت تهزري بالطريقه دي علشان تخلي جوزك يتجنن ويغير عليكي، لان ستات كتير بتعمل كده. فخلي بالكم من الثلاث حاجات دول، ممنوع الهزار فيهم مع الراجل.